من الاخر مع محمد شبانة، وصباحكم دايما زي الفل. النهارده الحكايه بتاعتنا هتبقى او نبدا بالحكايه بتاعت زيزو. كل يوم عندنا حدوته. النهارده الحدوته مع زيزو. امبارح الاحداث كانت كتيره جدا والناس كلها مهتمه. هل يرحل احمد سيد زيزو عن نادي الزمالك للشباب السعودي؟ كنا الاول بنسمع عروض بتيجي من تركيا من هنا لكن ما كانش بيتم نشر العرض اللي بيجي. امبارح رسميا الزمالك نشر الخطاب اللي تلقاه من نادي الشباب السعودي موجه للنادي ومجلس اداره النادي. يهديكم مجلس اداره الشباب السعودي اطيب التحيه والتقدير، وسائلين الله لكم التوفيق والسداد. ومن منطلق العلاقات الأخوية التي تجمع الناديين الشقيقين نفيدكم برغبتنا في انتقال اللاعب المحترف أحمد مصطفى محمد سيد مواليد 10/1/96 إلى نادي الشباب السعودي بنظام الانتقال الدائم، وعليه آملين تفضلكم بالاطلاع وموافاتنا بمرئياتكم حال موافقتكم حتى يتسنى لنا إكمال اللازم. الرئيس التنفيذي خليف بن عبد الله الهويشان. ادي الخطاب اللي تلقاه نادي الزمالك من نادي الشباب السعودي. الزمالك كان حريص على طول يقول ان احمد مرتضى وامير مرتضى رفضوا ان الراجل والد زيزو التقى بعضو مجلس الاداره احمد مرتضى وقال له انا عايز ابني يمشي. قال له لا مش هينفع. قال له لا انا عايزه يمشي، والراجل انفعل. الراجل المحترم الزمالك قال كده بالنص. والده قال له لا خد بالك عشان خاطر احنا متمسكين باستمراره وعندنا حسبة خاصة بجمهور النادي. والراجل مشي زعلان جدا، ونفى البيان انه النادي الزمالك وافق على بيعه ب$6 مليون زي ما تردد امبارح. هل يرحل احمد سيد زيزو عن نادي الزمالك؟ الكلام اللي بيتقال في 48 ساعة السابقة للخطاب بتاع الشباب السعودي واللي كان بيتسرب انه هو الراجل ليه فلوس في نادي الزمالك ما بياخدهاش، انه الراجل مستاء جدا هو وبعض اللاعبين من المستحقات المتأخرة، وعلشان كده الزمالك اداله $1,000,000 وليه فلوس كتير، وقال له الاسبوع الجاي يا سيدي هنسدد لك باقي الفلوس بتاعتك ونقفل الباب ده. ده الكلام اللي اتردد في الساعات اللي قبل ظهور خطاب الشباب السعودي. وقالوا له الاسبوع الجاي تاخد فلوسك، وعشان كده كنا قلنا ان في فكره انه الزمالك يؤجل ضم اي لاعبين او سداد المديونيات الخارجيه وفتح القيد لشهر يناير المقبل عشان يقدر يقضي الفلوس الخاصة ويسدد الفلوس بتاعت لعيبته النجوم. عنده زيزو عايز يجدد لفتوح، وعنده محمد صبحي حارس المرمى عقد يخلص السنة الجاية، وكل الناس دي محتاجة تجديدات ومحتاجة شغل ومحتاجة فلوس. ورغم كده نادي الشباب أرسل هذا الخطاب. طالما الشباب أرسل هذا الخطاب يبقى فيه لاين أو خط مفتوح بين زيزو والوكلاء بتوعه اللي منهم والده وبين نادي الشباب. مش هيبعت كده يعني وهو الا لو قالوا له احنا هنضغط وعايزين وموافقين وطالبين. حلو كده. اللي انا مش فاهمه كل سنه احنا بقالنا دلوقتي 3 سنين زيزو يحصل قصه خاصه بعروض بتجيله ويجددوا له العقد وياخد مقدم. ومن ايام الكابتن حسين لبيب لما كان ماسك النادي اللجنه بتاعته وجددوا له العقد وحطوا له شرط جزائي، وبعدين تاني سنه نفس الكلام وجددوا له العقد وشرط جزائي، تالت سنه اللي فاتت نفس الكلام وشالوا الشرط الجزائي بس زودوا له العقد جدا، واتقال انه كتير ولاعيبه كتير كانت بتغير من الكلام ده. دي السنه الثالثه او الرابعه على التوالي نفس القصه لزيزو. هو بيسمع الارقام يزهق او يتعب. الرقم بيقولوا اللي هياخده في الشباب السعودي يتخطى $3 مليون في السنه. طبعا طبيعي، ما هو اي لعيب هيحترف في الخليج هياخد فلوس اكتر من هنا، ضعف ضعفين 3 اكتر من هنا يعني. لكن زيزو مرتبط بعقد مع نادي الزمالك، والاحتراف مش عافيه ولا ايه؟ الاحتراف مش عافيه. هل الزمالك دلوقتي يتحمل رحيل احمد سيد زيزو